السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة إن شاء الله لسه مكملين في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم اللغة الألمانية من الصفر، وعايزين نبتدي نعرف ونتعرف على جمل وكلمات جديدة ومواقف جديدة. فالنهاردة إن شاء الله نتعلم مع بعضينا المحادثات im كافيه، يعني في المقهى. احنا في الحلقات اللي فاتت خدنا كم كبير جدا من الكلمات، كان في حلقة مخصصة للكلمات وحلقة للصفات، وخدنا حلقة للأفعال، واتكلمنا على الأكوزاتيف. فاحنا بنسبة كبيرة الحمد لله دلوقتي مؤهلين ان احنا نبتدي نخش في محادثات بسيطة بالنسبة للمبتدئين. عشان ما اطولش عليكم الحلقة، خلونا نبدأ ونشوف النظام النهاردة هيمشي ازاي. عندنا هنا طبعا قبل ما هنبتدي نتعلم او نشوف الديالوج، لازما هنبتدي نعرف كلمات جديدة مختصة بالمقال او الديالوج اللي احنا هنتكلم عنه. فعايزين نحفظ ونضيف الكلمات ديت للنوت بوك بتاعنا. هنلاقي هنا هوت عندنا der Wein يعني النبيذ وأداته der Wein، وعصير يعني der Saft، قهوة يعني der Kaffee، خبز يعني das Brot، سمك der Fisch، لحمة يعني das Fleisch، مية يعني das Wasser، ومياه معدنية يعني das Mineralwasser، سكر يعني der Zucker، آيس كريم يعني das Eis، مكرونة يعني die Nudel، شوربة يعني die Suppe، سجق أو نقانق يعني die Wurst. الضيف أو الجست اللي هو بيجي في المطعم بيبقى der Gast، الجمع بتاعها die Gäste. كلمة قائمة الطلبات أو اللي هي المنيو زي ما بنقول بتبقى die Speisekarte ist gleich يعني وتساوي برضو das Menü. جرسون يعني der Kellner أو der Opa، وجرسونة يعني die Kellnerin. verb يطلب، الفعل يطلب يعني bestellen، لو عايز تطلب شيء في مطعم يعني bestellen، وطلب يعني bestellung، فلو عايز تقول طلبي meine Bestellung، لو عايز تقول طلبي فين wo ist meine Bestellung. طيب خلونا نخش دلوقتي على الديالوج ونشوف المحادثة هتمشي ازاي. ديالوج im كافيه، الجاست اللي هو الجست هيقول guten Tag، يومك جميل. الأوبا هيقول guten Tag، الجرسون هيرد يقول guten Tag. الجاست بيقول wir wollen einen Tisch für 2 Personen، عاوزين ترابيزة لشخصين. الأوبا هيقول kommen Sie mit، تعال معايا، اتفضل حضرتك معايا. بعدين هيقوله hier ist die Speisekarte، هنا قائمة الطلبات، أو ممكن يقوله was wollen Sie trinken. هنا المشهور إن في البداية بتخش بتشرب حاجة الأول وبعدين بتاكل، فهيقوله was wollen Sie trinken، حضرتك عايز تشرب ايه. أو ممكن يقوله was wollen Sie bestellen، حضرتك تطلب ايه. طيب الجاست هنا هو هيقول ich möchte gerne einen Schwarztee und eine Käsebrot، يبقى ده أول صيغة للطلب. هنقول ich möchte gerne
einen Schwarztee und ein Käsebrot. أنا عاوز شفاتستي اللي هو الشاي الطبيعي بتاعنا اللي هو الشاي الأسود وكيزبروت ساندويتش جبنة. أو ممكن تقول ich hätte gerne einen Schwarztee und Käsebrot. فدي برضو أسلوب تاني، ممكن تقول ich möchte gerne أو ich hätte gerne. فهنا الجرسون بيرد وبيقول und Sie وحضرتك أو حضرتك. فالجاست هيقول ich nehme einen Orangensaft. أنا هاخد عصير برتقال. فبرضو دي الصيغة التالتة لو عايز تطلب شيء تقول ich nehme einen Orangensaft مثلا فأكوزاتيف. فالأوبا هنا هيقول also einen Schwarztee, ein Käsebrot und einen Orangensaft. يعني بيراجع الطلبات فبيقول له حضرتك عايز شاي و رغيف جبنة وعصير برتقال. اوكي kommt sofort. خلاص يعني هاجي حالا، حاضر في أسرع وقت. فالجاست هنا هوت الضيف هيقول دانكه شكرا. بعديها بشوية الأوبا هيجي هيقول hier der Tee, Orangensaft und das Käsebrot. اللي هو بقى بيقدم الطلبات اهو، حضرتك انا جبت الشاي وعصير البرتقال ورغيف الجبنة. فالجاست هيقول فيلن دانك يعني شكرا جزيلا. فممكن نشكر بدانك زي ما قلنا او فيلن دانك. شبيتا يعني لاحقا فيما بعد. الجاست هيقول wir möchten zahlen bitte. عايزين نحاسب، هو خلاص بقى كل شرب فعايز يحاسب. فلما تحب تطلب الحساب ممكن تقول wir möchten zahlen bitte oder أو die Rechnung bitte يعني الفاتورة. فالفاتورة يعني Rechnung وأداتها دي. فالأوبا اللي هو الجرسون هيقول zusammen oder getrennt يعني عايزين الفاتورة مع بعض ولا كل واحد لوحده. يعني كل واحد هيحاسب لوحده ولا الفاتورة كلها مع بعض. فالجاست الضيف هيقول zusammen bitte لو انت هتحاسب للاتنين، يعني عايز الفاتورة بتاعت الطاولة كلها هتقول zusammen bitte. لو عايزها منفردة كل واحد لوحده، كل واحد هيحاسب على الطلبات اللي يشربها او اللي كلها هتقول getrennt bitte. فالأوبا هيقول die Rechnung ist 20 €. يعني لو الجرسون عنده ان هو يقول ان الفاتورة 20 €، او das macht 20 €، يعني ده بيعمل 20 €، يعني برضو الفاتورة 20 €. فعندنا طريقتين. طبعا انا بحاول اوضح لكم كل الطرق بحيث تكون عارف وفاهم لو قبلك الموقف او الكلام دوت اتقالك. الجاست هنا هيقول hier bitte تفضل 25 €. هيديله 25 €، يعني عايز يسيب له 5 € تبس بقشيش. فهيقول له stimmt so يعني اللي هو خلاص تمام كده، يعني اللي هو keep the change يعني خلي البيع علشانك زي ما بنقول. الأوبا هيقول auf Wiedersehen. فالضيف الجاست هيقول auf Wiedersehen مع السلامة مع السلامة. ده كان بالنسبة لي الديالوج ام كافيه في الكافيه. الموضوع سهل ولكن هيحتاج معاك حبة ممارسة. هتحاول انك انت تمارس اللغة، تعمل مرة دور انك انت الجاست وتبتدي تستخدم الكلمات، ومرة تعمل دور انك انت الأوبا الجرسون وتستخدم الكلمات المعاكسة بحيث ان الموضوع يثبت معاك. ويا سلام لو معاك شخص بيتعلم الألماني وابتديتوا تعملوا الموضوع دوت مع بعض، هيبقى الموضوع أسهل وهيبقى الموضوع جميل. بس كده ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم ان شاء الله واستفدتوا منها. ودانك fürs Zuschauen يعني شكرا على المشاهدة. Und wenn dir das Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة. دمتم بأمان الله وسنة سعيدة عليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.